أهلا وسهلا بحضراتكم. سبب طرد محمود بنتايج أمام اتحاد العاصمة وغيابه عن إياب النهائي. تحصل محمود بنتايج لاعب نادي الزمالك على بطاقة حمراء خلال مباراة اتحاد العاصمة في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن المباريات النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، والتي أقيمت على ملعب 5 يوليو. وطرد لاعب الزمالك وغيابه رسميا عن مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة، وحصل محمود بنتايج على بطاقة حمراء، وذلك بعد أن اعترض على حكم اللقاء دحام بيدة بسبب ما بدر منه، واعتراضه على إلغاء هدف خوان بزيرة واحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الجزائري، حيث كتب كريم أبو حسين من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: تعجب الإعلام كريم أبو حسين المذيع السابق لقناة الزمالك من الإعلان عن طرد محمود بنتايج لاعب الزمالك، وذلك عقب خسارة الفريق الأبيض من اتحاد العاصمة بهدف لا شيء في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. وكتب من خلال حسابه الفيسبوك قائلا: مش فارق معايا بقى غير طرد بنتايج ده ليه وامتى وازاي، ايه اللي حصل؟ طبعا متضايق جدا ومستاء من اللي حصل. لحد كده بيكون انتهى الفيديو مع حضراتكم. هستنى تعليقاتكم اسفل الفيديو. مع السلامة.